ومع ذلك بتأهل لتلات ارباع بوصة، مع ان المفروض التلات ارباع بوصة اقل في حدود التأهيل. الحقيقة ان السؤال ده مهم جدا وبيوقع ناس كتير جدا، وانا شخصيا ليا تجربة معاه. بس قبل ما نجاوب على السؤال ده في الازم 9 ونوضح الحتة دي بتفاصيلها، محتاجين نفهم شوية تعريفات خاصة بالبايبل. ايه هي؟ انا عندي في البايبنج حاجة اسمها النومينال بايب سايز والدن. ان بي اس اختصار لنومينال بايب سايز، الدي ان اختصار لنومينال دايمتر. التعريفين دول مهمين جدا. ايه بقى ال NBS دي؟ ال NBS دي حاجة dimensionless. يعني مش هتلاقي حد بيقولك انا عايز ماسورة NBS 12 بوصة. مفيش الكلام ده. كلمة NBS 12، NBS 2، الدن وال NBS dimensionless. طب ايه هما؟ لو جينا هنا في الصورة دي، هو هنا غلطة كاتب ان nominal pipe size اقل من او يساوي 12 بوصة، 12 انش، وده غلط. احنا هنا يهمنا التعريف. ال NBS داخلي، ده diameter ما بين الاتنين دول. طيب هل كده ال NBS 100 معناها ان القطر الخارجي بتاعها 100؟ لا. ال NBS 10 معناها ان القطر الخارجي بتاعها 10؟ لا. 10 ايه يا باشا؟ 10 بوصة. ال NBS ده تصنيف خاص بالبوصة. لما اقول NBS 10 قصدي ده توصيف خاص بالانش. التوصيف المترك بالدن. فزي ما هو واضح قدامنا كده ان النومينال بايب سايز دايما اقل من الاوتر دايمتر. والقاعدة دي مش ماشية معايا على طول. ليه؟ لان من اول 14 بوصة وانت طالع النومينال بايب سايز بيساوي الاوتر دايمتر. يبقى نقول من تاني، ال NBS النومينال بايب سايز دي وحدة توصيف للبايب. انا ما ينفعش كمهندس اجي اطلب ماسورة اقول لك انا عايز اجيب ماسورة الاوتر دايمتر بتاعها 3 بوصة. مفيش حاجة اسمها كده. في تعارف عالمي كلنا ماشيين عليه كمصنع وكمورد، ان احنا دايما هنطلب المواسير بالنومينال بايب سايز بتاعها. ومعلوم في الذهن ان النومينال بايب سايز دايما اقل من الاوتر دايمتر لحد 12 بوصة. فوق ال 12 بوصة الاتنين بيساووا بعض. طيب بالنسبة للدن بقى اللي محدش بيتكلم عنه ده، الدن ده نفس التوصيف بس مترك. لما اقول لك ان حاجة دن 100 مش معنى كده ان الاوتر دايمتر بتاعها 100. مش معنى كده ايه ان الاوتر دايمتر بتاعها 100. وانا ليا موقف حقيقي حصل معانا بخصوص الدن ده. كنا شغالين في مشروع تحلية مية على مواسير القطر المواسير ديت كانت النومينال الدن 1000. وكنا محتاجين كاب في نهاية الماسورة. الكاب بيبقى زي اللي في الصورة ده. فاحنا عملنا المواسير ومحتاجين كاب زي ده. احنا شغالين على مواسير ايه؟ دن 1000. فطلبنا من المورد ان هو يورد لنا كابات الدن 1000. جه راح صنع لنا كابات الاوتر دايمتر بتاعها 1000. ايه اللي حصل معانا؟ حطينا الكاب مش راضي يركب. ليه؟ اقل. طب انت عرفت الحاجات دي منين يا باشمهندس؟ اعرف توصيف الدايمتر منين؟ واعرف كل دن كذا بيساوي اوتر كذا منين؟ لو انت شغال كربون ستيل
عندك الازم بي 36.10. لو انت شغال ستانلس عندك الازم بي 36.19. وهفتح قدامكم دلوقتي الازم بي 36.10 وهشرح لكم الكيسة اللي واجهتنا فعلا. ده كده الازمي بي 36.10 اهو. هسيب لكم رابط تحميله في اللينك على الدرايف في الديسكريبشن. تعالى ننزل. الازمي بيتقسم لنومينال بايب سايز زي ما انتم شايفين، ودن. الدن ده اللي ما بين القوسين بيقول لك ايه؟ ان الواحد بوصة الدن بتاعها 25، الاوتر بتاعها 33.4. طب الكيسة بتاعتنا اللي احنا كنا بنتكلم فيها الدن 1000 يا باشمهندس. تعالى ننزل. الدن 1000 اهي. الدن 1000 الاوتر بتاعها كام؟ 1016 ملي. فوق اهوت الاوت سايد دايمتر بالمليمتر. فالمورد خطأ وجهلا منه اعتقد ان الدن هو الاوتر دايمتر، فبقى في فرق في الديامتر 16 ملي ما بين المواسير اللي احنا مصنعينها وبين الكابل اللي الراجل موردها لنا. وكانت مشكلة كبيرة جدا، الشغل كان لازم يتحمل تاني يوم. حلناها طبعا. فدي نقط أساسية لازم نبقى احنا عارفينها، ان في فرق ما بين النومينال بايب سايز والاوتر دايمتر. نرجع للسؤال بتاعنا بتاع الباشمهندس. لما نيجي نفتح الازمي زي ما اخدنا في المحاضرة اللي فاتت تيبل كيو دبليو 452.3، هنلاقي ان هنا بيقول لك ان الاوتسايد diameter اوف تيست كوبون لو كان اقل من 1 بوصة. كده انا فهمت دلوقتي ان ال1 بوصة ديت مش النومينال بايب سايز، ده الاوتسايد diameter.